ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ اهلا بكم ورجعنا لكم بفيديو جديد. قبل اي حاجه نصلي على النبي عشان ربنا يبارك لنا في كل شيء. فيديو النهارده بقى يا جدعان فيه مفاجاتين، طير جديد اشتريناه وفي نوع حمام، اكتر نوع حمام انا ما بحبهوش بس جبته عشانكم يا جدعان، فكملوا معايا الفيديو للاخر لو عجبكم. لايك بقى يا جدعان، الفيديو اللي فات داخل في 3000 لايك اهو الحمد لله، فيا ريت يا جدعان الفيديو ده يوصل بقى ل 4000 يلا مش 5000. ويلا بينا يا جدعان نبدا الفيديو. طبعا يا رجاله انا فرحان قوي الحمد لله رب العالمين على تفاعلكم وعلى سنتكم ليا وعلى كل كلمه حلوه بتقولوها. طبعا يا جدعان على ما الفيديو ده ينزل هنكون تمينا الحمد لله ال 25000 مشترك، ربع الطريق يا جدعان، وهانت على الطريق 100000 عشان عايزين بقى نمسك الدرع يا جدعان. فتعالوا بقى اول حاجه نعملها قبل ما نشوف الحاجات الجديده، في حاجه لازم نعملها مع الحمام الزاجل. يلا بينا ولا هش يلا احي راح فين علبه. بصوا يا جدعان اول حاجه هنعملها مع الحمام الزاجل اول يوم تدريب ليه هنشوفه دلوقتي مع بعضينا، وهنعمل حاجه بسيطه قوي. طبعا دي الكلفه بتاعت الحمام الزاجل بنجهزها، بس ده ديكال ب 12 يا جدعان، ده ديكال ب 12. طبعا الزغاليل الزاجل والحاجات دي طبعا بتبقى محتاجه كالسيوم وفيتامينات وحاجه كويسه قوي قوي عشان خاطر تبقى صحتها كويسه. فهناخد كده يا جدعان على شويه الكلفه بتاعتهم دول، هناخد كده غطا ديكال تمام، ادي غطا نحطه كده على الكلفه، ونص غطا ونص تمام كده يا رجاله، و نقلب كده حلو قوي 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 تمام كده يا رجاله. بس زي ما احنا شايفين كده اهو. وتعالوا بقى يا جدعان نروح نشوف هنعمل معاهم ايه. يلا خدنا كلفتنا وخدنا حاجتنا والزغاليل ما شاء الله زي ما احنا شايفين كده اهي، نقول بسم الله. طيب اول حاجه بقى يا جدعان ثانيه بس ايه، نحط الكلفه بتاعتنا كده على الارض ونقفل بابنا كويس كده حلو تمام يا رجاله. معلش عارف بقى الاضاءه النهارده الجو اصلا عمال يقلب ويجي شمس ودله، ما علينا الزغاليل زي الفل. طبعا المكلف بتاعهم انا خلصت وقشطت لهم. بصوا يا جدعان الزاجل عشان خاطر نعرف نتحكم فيه لازم يبقى ليه ميعاد كلفه، ولازم يبقى ليه صفاره او حاجه معينه ان احنا نعرف نجيبه بيها. طبعا بصوا انا حطيت لهم مكلف عايزين ياكلوا. طبعا الكلفه بتاعتنا زي ما احنا شايفين، نفتح المكلف بتاعنا ده كده. اول خطوه واول تدريب واول يوم هنعملها معاه هو اللي هنحفظهم. طبعا ميعاد الكلفه بتاعهم النهارده تاني يوم اهوت في ميعاد الكلفه، وهو الصفاره والشخلله اللي احنا هنجيبهم بيها، اللي هو بقى اول حاجه نقول بسم الله. بصوا عشان انا من امبارح شغال معاهم في الحوار ده، بصوا الزغاليل ابتدي يتحرك، بصوا كده زي ما احنا شايفين. تمام نحط لهم بزياده مش مشكله كده اهو زي ما احنا شايفين، ونقفل المكلف تمام بس. وتعالوا بقى نشوفهم هيعملوا ايه. طبعا زي ما احنا شايفين كده يا رجاله، انا بس طلعت لهم بره عشان طبعا وقفتي معاهم جوه مش هتخليهم يروحوا على الاكل. ما شاء الله زي ما احنا شايفين اهو، تاني يوم ليهم. امبارح ما راحوش قوي، النهارده اهو ابتدوا ما شاء الله بصوا يجروا على الاكل. طبعا كده احنا بنظبط لهم ميعاد الكلفه والصفاره، وطبعا الكالسيوم والفيتامينات كويسه ليهم جدا جدا يا جدعان. وان شاء الله هنشتغل معاهم تدريب من اول ما نقلناهم اهو باذن الله يا جدعان. هنفرجكم على شويه زواجل، نفرجكم على شويه حاجات كده محترمه جدا جدا جدا. طبعا بقى ايه نسيبهم بقى ياكلوا كده براحتهم، وانا قفلت البتاع دي كده التحدي عشان ما فيش حاجه تخش لهم لغايه بس اما اعمل لهم زي نظام ضلفه قلاب كده تتفتح وتتقفل بدل المنظر ده تمام. والناس اللي بتقول لي بقى بيطلعوا منين، بصوا يا جدعان ده اهو كده زي ما احنا شايفين. بس طبعا عشان الدهانات ايه قفشه من ساعه ما دهنا ما ايه ما فتحناوش. لا اخلص يابا. بس كده يا جدعان اهو، ما نيجي مثلا نفتح لهم هنفتح كده اهو الباب بتاعهم، هوب الزغاليل تقوم طايره. خلاص طلعوا نقوم قافلين كده تمام، ودخلتهم كلها هتبقى من الفتحات بتاعه التراب من هنا تمام. وما شاء الله الزغاليل كلها اهي ما شاء الله زي ما احنا شايفين، الزغاليل كلها اللهم صل على النبي راحت على الكلفه. طيب انا بالظبط على ما نخلص الفيديو نص ساعه وهقوم شايل من قصادهم الكلفه، اللي كل واللي ما كلش ما كلش. تاني يوم هتلاقيهم كلهم بيطبقوا على الكلفه وبياكلوا كده. احنا بنحط لهم كالسيوم فيتامين بنروق عليهم كده يا رجاله. احنا خلصنا عند الزواجل. انا من النوع بقى اللي ما بحبش ايه لو هنجيب حاجه جديده اوريها لكم في اخر الفيديو والكلام ده. تعالوا بقى دلوقتي يا جدعان نجيب الاستاند بتاعنا، نفتح بس ايه نجيب الاستاند ونجهز لكم المفاجآت والحاجات الجديده عشان نتفرج عليها كده كلها مع بعضنا يا رجاله. بس يا ريت لو وصلت معايا لغايه هنا بقى، عايزين الفيديو ده يوصل 4000 مش 5000 لايك. ويا ريت لو ما اشتركتش اشترك زي ما قلت لك يا جدعان، ده ببلاش مش بفلوس. ويلا بينا بقى نتفرج على الحاجات الجديده بقى كده نكمل الفيديو بتاعنا. انا دلوقتي ايه الاستاند بصوا ايه نصغره كده شويه
عشان خاطر ايه نعرف نعمل لكم الفرجه حلو. طبعا الشمس كده مع السحاب فوق الدنيا جامده. تمام كده يا رجاله، سيروا الستاند، يلا بقى بينا نتفرج على الجديد. وقعدنا يا جدعان، تحبوا بقى تتفرجوا على النوع الحمام الجديد اللي انا ما بحبهوش وما بحبش اربيه وجبته عشانكم، ولا تحبوا تتفرجوا الاول على المفاجاه اللي في القفص؟ بس بقول لكم ايه، ما كده كده هنشوف. بصوا بقى يا جدعان، الطير الجديد اللي احنا جبناه انا تجربه كان نفسي اجربها من زمان. انا شفت كذا حد بيعملها وكان نفسي اجربها قوي 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 من زمان يا جدعان، الا وهو مستعدين. ده يا رجاله دي يمامه ذكر، ده ذكر، ده يمام امري او قمري، معرفش هو فعلا ده اسمه صحيح ولا لا. انا شفت مثلا فيديو كذا فيديو اللي اسمه ايه ده لابو مريم التونسي، وشفت بردك علاء يا جدعان لما جاب الفيديو. انا التجربه من زمان عجباني، يعني من اول ما ابو مريم التونسي عملها التجربه من زمان عجباني، اللي هي يعني التجربه بتاعه تهجين اليمام على الحمام والكلام ده، والناتج بتاعها كويس قوي قوي يا جدعان. فان شاء الله يا جدعان انا جايب الذكر ده والطير ده يا جدعان. انا بصراحه لما جبته وربيته قررت اصلا ان انا هعمل سلاخه مخصوص واجيب فيها يمام امري من ده وهفرخه بعيد بقى عن التهجين، يمام امري من ده وهفرخه. ان انا حبيته بصراحه يا جدعان، جميل قوي الطير ده، جميل فوق ما تخيلوا. فان شاء الله انتظروا الفتره الجايه هنعمل لهم سلاكه مخصوص وهنجيب شويه يمام وهنربيهم. دي كده اول مفاجاه. طيب تاني بقى مفاجاه، واللي الحمام النوع ده يا رجاله اتطلب مني كتير فوق الخيال، فوق الخيال، وانا جبته عشانكم انتوا، ويعني حبيته والله حبيته، يعني كنتش بطيئه بس حبيته. تعالوا بقى نشوف اول فرد. نقول بسم الله. مستعدين؟ جاهزونا يا اطفال. الا وهو يا جدعان حمام الشقلباز. طبعا يا رجاله الشقلبازيات انتوا عارفين ان انا ما بحبهاش وما برباش وما بتمشيش معايا خالص، تمام؟ بس كان نفسي اجيب اسود، يعني انا كان نفسي اجيب شقلبازيات سود، تمام؟ انما ما لقيتش غير بيض، والسود في السوق ما لقيتش غير قص عامل 1000 جنيه، وكان في حاجات مستويات زي كده عامله 1000 جنيه، واسعار كانت ضاربه خالص. هقول لكم بقى اسعار الكلام ده كله في الفيديو ان شاء الله بتاع الاسعار. طبعا يا جدعان ما شاء الله ده الذكر اهو، ده الذكر، وخلي بالكم يا جدعان على وش حصى، يعني هوريكم حتى بيبانهم ودنيتهم جوه. ده كده الذكر، ودي النتايه اهي. طبعا انا مش ماسكها من رجليها عشان خاطر ايه الشراويل تبان، يعني بسم الله ما شاء الله زي ما احنا شايفين كده يا جدعان. وده النتايه بسم الله ما شاء الله، اموره قوي يا جدعان، حاجه زي الفل بسم الله ما شاء الله. فدي كده يا جدعان المفاجاتين بتوع الفيديو بتاع النهارده، قص بيت شقلباز والذكر الامر ده. والذكر ده ليه يعني هنشوف له نتايه كويسه وهنفرخه وكل حاجه. فتعالوا بقى يا جدعان نخش نحطهم في البيوت بتاعتهم، حتى اليمامه دي انا عامل لها بيت مخصوص. تعالوا نشوف انا ماشي حالهم ازاي، وخلي بالكم لسه في فيديو تاني وفي مفاجاه تاني، يعني لسه المفاجات كتير. تعالوا بقى نشوف عاملين معاهم ايه. طبعا بقى يا رجاله بسم الله ما شاء الله هم في الشياله، تمام؟ يعني عايز اوريكم برضك مستواهم هم في الشياله كده، برضك جمال جدا يا جدعان. تعالوا بقى بصوا، انا حاططهم في الباب ده، يعني الباب ده بتاعهم، ومجهز لهم طبعا طاجن، وكانت النتايه اصلا راقده ما شاء الله ومكلف وكل حاجه. تعالوا بقى ايه ندخلهم بقى كده يا جدعان، ونقول بسم الله. الذكر اهو ما شاء الله، وايه النتايه يا جدعان. في البدايه اقول لكم ان الباب ده فيه مفاجاه وفيه نوع حمام انا جايبه، هوريه لكم في فيديو مخصوص لوحده. نوع حمام انا ما توقعتش ان اجيبه في يوم من الايام، ونوع غالي جدا وكويس قوي 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 قوي. فتوقعوا النوع اللي انا جايبه هنا ايه وغالي ايه وايه، قولوا في الكومنتات تحت، تمام؟ سيبوكوا بقى منه وتعالوا هنا ما شاء الله الشقلبازيات اهم يا جدعان. طبعا هم عايزين باب اوسع من ده، بس انا هسيبهم، يعني هسيبهم اللي هو بس الباب ده يبقى مفرخه ليهم زي بقيه الحمام اللي سايب، يعني ما شاء الله. هنسيبهم هنا، تمام؟ يعني دول كده الشقلبازيات. طبعا اليمامه انتوا بتاكلوا اكل اليمامه يا بنت يا ولودي. طبعا اليمامه بقى البيت بتاعها فين؟ هقول لكم دلوقتي. البيت بتاعها هو البتاع اللي احنا شايلينه ده، طبعا ده المكلف بتاعها، بس ايه عامل الزبل يومي كده دلوقتي. طبعا دي المأكله بتاعتها، ودي المسقه بتاعتها، تمام؟ ودي اليمامه اهي ما شاء الله يا جدعان زي ما احنا شايفين، يعني ما شاء الله يا جدعان. ده ذكر، ده ذكر. انا بفكر بقى هديله نتايه كده، حاجه كده مختلفه يا جدعان،
وهنشوف باذن الله الناتج بتاعهم، بس ده لسه شاب صغير فلسه هنشوف يعني الدنيا هتمشي معاه ازاي، وهيبقى في فيديو مخصوص لتهجين اليمام مع الحمام، فانتظروه. تعالوا بقى ايه نبيتها كده ونشوف انا معيشها ازاي. طيب يا رجاله اهي بسم الله ما شاء الله، بصوا عامله ازاي، شكلها جميل قوي او شكله جميل قوي عشان هو ذكر يا ابني بات في الكاميرا. بصوا يا جدعان شكله جميل قوي. طبعا ده البيت بتاعه كده اهو، بسم الله. وخلي بالكوا يا جدعان بياخدوا على البني ادمين وبيتدربوا والكلام ده كده كله. بس نقفل بقى عليه. تعالوا بقى نشوف الدنيا ماشيه ازاي. اوبح يا نهار اسود، لا يقفل. اقفل في يعني قصاد الكاميرا ما بتقفلش وفي الطبيعي بتقفل. اه يا ابن لذينه. يا نهار ابيض، ده لبس في ايدي ايه، روق عليا. طيب قفلنا عليه كده. رايحه فين او رايح فين؟ طبعا يا جدعان بصوا انا معيشه هنا كده، وباجي بالليل بنقله من هنا لسبب عشان الهوا، يعني انا ده افضل مكان ليه كده تمام، بس باجي بالليل ايه ابيته بعيد عن هنا عشان الهوا بتاع اللي وارد من هنا يا جدعان. عايز اسميه اسم، انا عايز اسميه سمسم يا جدعان، يعني هو انا عمال اقول سمسم سمسم، يعني انا اسميه سمسم الدكر ده ان شاء الله، بس ربنا بس يبارك كده ويشتغل ويبقى كويس وزي الفل. انت بتنهك كده ليه ولا؟ لما طلعته بره نهج مع انه عايش زي الفل وبياكل وبيشرب وزي الفل. لا سمسم. فبصوا يا جدعان ما شاء الله. جاله القفص ده طبعا مش هينفع عايش فيه اليمامه دي والكلام ده، فالقفص ده انا جايب اصلا فيه جزء الحمام اللي هو المفاجاه اللي هي لسه هتنزل الفيديو الجاي ان شاء الله. انا كنت جايب فيه الجزء ده عشان انا شاريبي القفص ده تمام. فالمهم يا جدعان قولوا لي القفص ده ممكن نربي فيه ايه، بس يا ريت تكون حاجه بعيده عن العصافير. شايفين القفص اصلا حجمه بص شبر وربع، يعني حاجه بسيطه. فقولوا لي يا جدعان في الكومنتات ممكن نجيب ايه في المسافه دي، حاجه نربيها في القفص ده، بس يا ريت ما يكونش عصافير عشان ما بحبش العصافير. ايه بقى اللي يتربى هنا الله على اعلم، فاستنى في الكومنتات تقولوا لي ايه. بس الاول الزغليل انا كنت هاخد اشرط عليها بس ما لحقش، عدى نص ساعه، احنا بقالنا يجي ربع ساعه بنصور. اما بصوا في اللي كل وانتخ يعني اهو الزواجل كده يا جدعان، في بصوا اللي كل وانتخ. هم قالوا ولا انا بتهيألي يعني 2 4 6 8 10 ما شاء الله. من امبارح كنت حاسس انهم كتير كده ليه. كلوا في اللي كلوا انتخ، بس برضك هستنى نص ساعه وهشيل من قصادهم الكلفه. عايز اوريهم لكم يا جدعان من قريب ما شاء الله. برضك يا جدعان فايقين بصوا. طبعا الالوانات ده بديري، يعني ده انا عارف ان الجته دي بديري، انما بقى الالوانات دي هل بيتقال عليها حمر يا جدعان ولا بيتقال ايه؟ وناس كتير في الكومنتات قالت لي ان ايه ان النوتي بتبقى جامده قوي في النشه يا جدعان في الزواجل والكلام ده كله. فانا يا ريت ده بيبقى مصلحه ان في الغزار والكلام ده لازم بقى نشيل النوتي والكلام ده. فخير خير باذن الله، والزغاليل زي الفل اهي. طبعا عايز اجيب لهم تحديق، احط لهم تحديق كده في حاجه كده في الزاويه وعلى الله. الزغاليل دي كده جاهزه للفطام ولا لا؟ تعالى ولا لا لسه طبعا. بس ما شاء الله بصوا يا جدعان فاردين نفسهم. تعالى يا صديقي تعالى ما شاء الله يا جدعان. لا لسه مش جاهزين للفطام. قولوا لي اعمل فيهم يا جدعان، اربيهم ولا اذبحهم ولا ابيعهم ولا اعمل فيهم ايه؟ اللي هي الزغاليل دي بص الزغلول ده تمام، والزغلول ده تمام، والزغلول ده تمام، والزغلول ده. طبعا هنا احنا في السلاكه غير السلاكه اللي بره، يعني في الزغلول بس طبعا لسه ما يكبروا شويه، يعني ما شاء الله شايفين الزغلولين دول والزغلولين احنا لسه شايفينهم. فنعمل فيهم برضه. كسرنا رايكم يا جدعان، هل نبيعهم نذبحهم نربيهم نعمل فيهم ايه؟ ده هستنى رايكم انتوا واللي انتوا هتقولوا عليه هعمله. ما شاء الله عندنا هنا روحنا، عايز افتح لهم كده يا جدعان ايه يسيبوا برضه يفكوا، هفتح لهم باب واسيبهم كده. وعندنا الشقلباظيات برضك عايز افتح لهم الباب كده يفك. الرجاله الاثنين اللي روحنا ما شاء الله نزلوا اهو، ده الدكر ودي النتايه ما شاء الله. وبصوا الشقلباظيات الدكر زي في ازاي على النتايه ما شاء الله. انا ما كنتش متوقع، بس بصوا هوب اجري وراها ما شاء الله. انا ما كنتش متوقع يا جدعان ان الشقلباظيات ترجع واربيها وادخلها سلكتي، يعني ده كان يعني موتو يسمي يعني ان انا اربي شقلباظيات، ما بحبهاش يعني ما كانتش بتمشي معايا، بس شكلي والله احبها وشكلي ارجع اجيب منها تاني يعني والله. بس عشان خاطر عيونكم كل شويه تقولوا شقلباظيات اهو يا عم، انت اهو يا عم شقلباظيات اهو. بص قص بسم الله ما شاء الله مستوى متوسط بس جمال. فادعوا لنا بقى بالبركه، ويعني ما يخيبوش ظن فيهم المره دي، ان انا يا جدعان كل مره فيها بربي الشقلباظيات يا اما بتموت يا اما زغاليلها بتموت يا اما بصوا ما كانتش بتنفع معايا، اما بتمرض، يعني كان لازم بيحصل حاجه. فيعني ادعوا لنا بس بركه كده ان يحصل
تآلف وارجع احبها تاني. وما شاء الله زي ما احنا شايفين الدكر الله اكبر يعني زي الفل. بصوا هيطلع يسيطر، والنتايه يعني ما شاء الله باين عليها قوي انها نتايه يعني حاجه جميله. طب احترمني يا اسطى وانا بتكلم، ما تجريش عليها ولا ارخم حاجه بقى في الشرابيزيات. هل بقى يا جدعان اقص الشراويل بتاعتهم ولا اسربيهم كده؟ يعني اتهيألي في الفرخ بتاعهم يعني هيبقى الاحسن ان انا اقصهم. تمام. وعندنا هنا ايه ده؟ الزغلول ده ماله؟ الزغلول ده ماله؟ سليم. ده كويس. يلا امشي كده. ده مقردن خالص. هخل بسم الله ما شاء الله يا جدعان. هم خلي بالكم بيطلعوا بالاحجام دي يعني. بص اخواتهم اصلا يحلو حلو حلو يعني لما تشببوا يا جدعان احلو. دول اخواتهم ما شاء الله. هتعملها وتطلع حافظ بابك ولا ايه؟ بص بص شكله هيعملها. والله اول مره سايبه قصادكم. هيعملها هتطلع حافظ بابك ولا ايه؟ بس جه وقف بص قعد يبص الباب. طب ايه؟ طيب هتطلع حافظ بابك ولا ايه؟ يلا يا ريت والله. انت عملت معايا الصح مش هحبسكم واسيبكم سايبين في بنك. يلا 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 اعملها يلا. يلا 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 بابا. يلا بابا ما تتكسفش. يلا هوب هوب يلا. لا الباب تحت هنا ولا ما علينا يا جدعان. وما شاء الله اسمهم ايه؟ روحنا برضك جمال هما. اوعى تطلعي ما بتعرفيش طيري ومجدوله. لا تعالوا نختبر الحوار ده. لا زي الفل اهو يا جدعان. امال في ايه؟ وهنا بقى رجاله اسمهم ايه؟ اسمكوا ايه؟ الزغلول اللي احنا فطمناهم امبارح ما شاء الله هم يا جدعان واكلين ومروقين على حالهم وخدوا على المكان. طبعا عايزين بقى نكنس. وهنا دي يا جدعان الشبابات اللي احنا مشببينها وهنشوف هنعمل معاهم ايه. فبصوا بقى يا رجاله عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، الفيديو بتاع النهارده يعني اتفرجنا فيه على الحاجات الجديده وخدنا فيه كده جوله بسيطه واول يوم تدريب مع الحمام الزاجل وبس. يا رب يكون الفيديو عجبكم. والله ما اعرف الفيديو طويل ولا قصير، فيا رب يكون عجبكم. ومعلش ان انا والله الفيديو مش طالع احسن حاجه بس عشان خاطر الواحد تعبان شويه والله. وبس كان معاكم يوسف صبحي. سلام.